الناس مراكش عمرهم ينساو هاد الواقعة اللي كانت مأساوية في واحد الحي في مراكش وسط واحد العرس، والناس جالسين ناشطين والموسيقى على الجهد والشطيح والرديح والغرامة والعرسان بارزين. وسط هاد النشاط دخل واحد السيد مشى نيشان قاصد العريس، جبد موس من وسط الجاكيطة، ضربو طعنات لصدرو وخلاه غارق في دماياته. ناضوا الناس كيغوتوا، شدوه عائلة العريس، صدموا. ناضت الروينه في هذاك العرس، عيطوا على البوليس، جاو لومبيلونس، داو العريس في حاله خطيره، ولكن للاسف ما وصل السبيطار حتى مات. البوليس داو السيد اللي قتل حيت شدوه تما ما خلاوش يهرب، جابوه للكوميساريه وبداو التحقيق معاه. عرفوا الهويه ديالو، سميت باك سميت امك، فين ساكن. من بعد ما خداو المعلومات عليه قال ليه الضابط دابا عاود لينا علاش قتلتي هاد السيد، وعاود اليوم القصه ديالو من الاول. شنو قصه هاد السيد مع المقتول؟ كمال وسمير جوج صحاب كبروا في نفس الحي في مراكش، كانوا عايشين في واحد الحي شعبي وكانوا ديما مع بعضياتهم من الطفوله. كبروا ما كيتفارقوش كتر من الخوت، ولكن كانوا مبليين بالمعجون. ما كملوش القرايه ديالهم وبقاو مقابلين الدوران في الزناقي. مره كيخدموا، مره مره لا، ولكن الخدمه ما كانتش شي خدمه مستقره. بقاو بحال هكاك. دازت مدة طويلة كيتجمعوا على الضحك على الهضرة، يخرجوا بجوج، يسافروا بجوج، واحد ما كيفوت الاخر، كانوا كتر من الخوت. حتى جات واحد العائلة سكنات في الحي اللي عايشين فيه كمال وسمير، وهاد العائلة كانت عندهم واحد البنت سميتها سعاد. كانت بنت زوينة بقى صغيرة داخلة سوق راسها، كانت كتقرا. فاش شافوها عجبتهم بجوج، ولاو كيشوفوها كل نهار كدوز من الطريق، ولاو كيبغيوها بجوج، ولكن عمر شي حد ما اعترف الاخر. حتى لواحد النهار سمير قالها لكمال، قال له بغيت نقول لك شي حاجه. عرفتي سعاد اللي كتسكن في الحي الفلاني؟ قال له قال له راه كتعجبني بزاف. كمال تصدم ولكن ما بينش لصاحبه وتعامل عادي. قال له مزيان هادشي اللي بقى ليك. وبقى كل مره كيتلاقى مع صاحبه سمير كيبقى يهضر غير عليها، حتى كيبقى يدابز معاه كمال، كيقول ليه واش انت ما عندك حتى شي موضوع اخر من غير سعاد؟ هضر في شي موضوع اخر وانت سعاد سعاد سعاد. وسمير كيقول ليه مالك صاحبي راه كنبغيها، وكمال اما كان كيزيد يتفقص. واحد النهار سمير زعم ومشى هضر مع سعاد وقال لها داكشي اللي في قلبه. قال لها اللي هضر معك في الحومه انا نخلي ضاربوه باش هكا يبان قدامها صعصع. هي هضرت معاه بالادب وعاملته مزيان، قالت ليه شكرا ربي يخليك ومشات. سمير فرح بزاف فاش هضرت معاه سعاد، ومشى قالها صاحبه كمال حيت ما كان كيخبي عليه والو. حتى لواحد النهار كمال خلاها حتى كانت غاده وتبعها، هضر معها ولكن بطريقه حضاريه. قال لها انا ولد الحومه، دابا حنا جيران، خاصك شي حاجه ما تحشميش، خاصك شي حاجه في القرايه مرحبا. المهم حتى هو هضرت معاه عادي ومشات في حالها، ولكن ما قالهاش لصاحبه سمير. سعاد فاش كانت كتجمع مع واحد صاحبتها كتقول لها واحد جوج ديما تابعيني ما عرفتش نقول ليهم، واحد كان كيبان ليا بعقله، واحد كيبان ليا في شكل، طلعوا ليا في راسي ما عرفتش ما ندير معاهم. المهم دازت واحد المده، كمال جات واحد الخدمه في واحد الشركه، جمع شويه ديال الفلوس. اول حاجه دارها مشى خطب سعاد من عائلتها، وهذا الشيء بلا ما يخبر حتى واحد، وسمير ما تخبروا حتى حاجه. هي وافقات وحتى عائلتها وافقوا وتفاهموا على كل شيء، وحدوا نهار العرس حيت كمال كان مزروب وما فكرش صاحبه سمير نهائيا كيفاش غتكون الحاله ديالو الا مشى تساق الاخبار، ولا كيحاول انه يبعد منه بشويه بشويه. حتى لاحظ سمير باللي صاحبه كمال تبدل عليه بزاف، مبقاش كيسلم عليه السلام ولا غير من بعيد، ولا كيتفادى دوك البلايص اللي كيجلس فيهم سمير. حتى سمير بعد منه، ولكن هو مازال ما فهم والو. من بعد وصلت سمير الخبر باللي كمال خطب سعاد، وفاش مشى هضر مع كمال، كمال قال ليه هادشي اللي كتب وانت دابا تلقى بنت الناس. ولكن سمير ما تسرطاتش ليه، ناض صداع بيناتهم. الاخر قال ليه سمير الله يسخر، وهذه هي الصحبه ما عندي ما نقول. جا نهار العرس وبدات الحفله في دار عائله سعاد، وكان حتى سمير حاضر تما كيشوف صديق الطفوله ديالو كمال بارز مع حبيبه القلب سعاد. تما كين شعلات العافيه في قلبه، حس باللي صاحبه غدره،
تماكين ما قدرش يزيد يتحمل، خرج من العرس، عطاها الشراب وشبع معجون، تخدر مزيان ورجع دخل العرس. جلس واحد شويه هو ناض عادي حتى وصل حدا العرسان، جبد موس بغى يقتل العروسه، هو ينوض كمال بغى ينقذها. تماكين بقاو مشادين مع بعضياتهم، ناضوا المعروضين بغاو يفكوا، ضرب سمير كمال صدرو بموس، طاح. ناضت روينه في ديك الليله، تحول العرس للجنازه. جاو البوليس داو سمير وجات لومبيلونس دات كمال وترملات سعاد وهي مازال عروسه، وما فهمات القصه حتى فات الفوت، وتحكم سمير بالمؤبد.